السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من زمان جدا والإنسان دايما بيحاول إنه يستخبى، مش من العدو بس، لأ، من الطبيعة والحيوانات وحتى من الكوارث. من أقدم الملاجئ في التاريخ كانت الكهوف. الناس زمان كانت بتستخبى من المطر والعواصف والبرد في الكهوف. الملاجئ اللي احنا بنشوفها النهاردة بدأت وقت الحرب العالمية الأولى، لكن اتطورت أكتر بعد الحرب العالمية التانية. في الثمانينات لما الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي بدأت، بقينا نشوف ملاجئ بقت شبه مدن كاملة تحت الأرض. عايزك تتخيل معايا إن في ملجأ في أمريكا تحت جبل شيان. الملجأ ده جواه قاعدة عسكرية شغالة تحت الجبل. الباب بتاعه وزنه أكتر من 20 طن. الناس اللي اشتغلوا فيه قالوا إحنا ممكن نعيش فيه شهور من غير ما نطلع فوق. يعني مدينة كاملة بس تحت الأرض. وده ياخدنا لأنواع الملاجئ. الملاجئ مش بس حفرة وخلاص، لأ، دي فيها أنواع وكل نوع له هدف وتصميم وتجهيزات مختلفة. خليني أقولك عن أشهر 7 أنواع ملاجئ اتعملوا في العالم، وإزاي بيشتغل كل واحد منهم. الملاجئ الحربية. أول نوع هو أكتر واحد شفناه في الأفلام بتاعت زمان. بيتعمل من خرسانة مسلحة، بيكون على عمق متوسط تحت الأرض، ومصمم بس عشان يحمي الناس وقت القصف الجوي أو المدفعي. الملاجئ النووية، وده بقى قصة تانية خالص. بيتبني تحت الأرض بكذا طبقة حماية وعازل للإشعاع، وغرف محكمة للإغلاق. بيكون مجهز بفلتر هواء ضد الإشعاع وأبواب فولاذ ومولد كهرباء، وأماكن نوم وتخزين للأكل ومية تكفي شهور. الدول اللي عندهم تهديد نووي زي أمريكا وروسيا وسويسرا عندهم ملاجئ من دي، في منها للجيوش ومنها للمدنيين. يعني في سويسرا مثلا القانون هناك بيفرض إن كل بيت جديد لازم يكون في ملجأ نووي صغير. تالت حاجة بقى الملاجئ الشخصية أو العائلية، وده بقى منتشر جدا في أمريكا وكندا، وناس كتير بتعمله في بيوتها. بيكون صغير تحت الجراج أو في الجنينة بمساحة غرفة أو اتنين، وبيستحمل الكوارث اللي زي الأعاصير وحتى الغارات المفاجئة. وبقى في شركات الوقت بتبيع الملاجئ دي. رابع حاجة بقى الملاجئ العسكرية. النوع ده مش لأي حد، ده مخصص لقيادات الجيش والحكومات. بتبقى على أعماق كبيرة وغالبا سرية وفيها مراكز قيادة واتصالات، زي اللي حصل في أمريكا في 11 سبتمبر سنة 2001 لما نقلوا الرئيس الأمريكي جورج بوش لمخبأ سري. خامس حاجة بقى هي الملاجئ اللي تحت الجبال. النوع ده بيتبني جوه الجبل حرفيا زي قاعدة شيان اللي كلمتك عنها من شوية. بتستغل طبيعة الجبل في الحماية، وبيكون ملجأ محفور جوه وبيخليه مضاد تقريبا لأي هجوم. رقم 6 بقى الملاجئ الفخمة أو ملاجئ الأغنياء. في ملاجئ دلوقتي بيعملوها كأنها فندق 5 نجوم تحت الأرض، فيها حمام سباحة وسينما ونت وكل حاجة، وفي شركات كمان هي اللي بتبيعها. طب هي الملاجئ دي فعالة فعلا ولها استخدام حقيقي؟ الإجابة بس على حسب الموقف. يعني مثلا الملاجئ اللي هتحميك من القنبلة النووية مش نفس الملاجئ اللي هتحميك من الإعصار. يعني ببساطة كده، كل ما زاد التهديد زادت التكلفة وزادت كمان التكنولوجيا. لكن على أي حال الملاجئ دي مش بس للنجاة، ده رمز إن الإنسان مش هيستسلم مهما حصل. في أماكن في العالم تحت الأرض لو دخلتها مش هتصدق إنها تحت الأرض أصلا. مش بس ملاجئ، دي فيها مدن كاملة عايشة وبتشتغل كمان. مترو ستوكهولم السويدي أول ملجأ هنتكلم عنه، مش مجرد مترو، ده ملجأ نووي كامل. المترو بتاع ستوكهولم معمول من زمان ومتجهز بحيث إن لو حصل أي هجوم الحكومة تقدر تخلي المترو كله ملجأ للناس. وفي أنظمة تهوية وأبواب محكمة ومولدات كهرباء. والجميل إن هما مخلينه شغال عادي كوسيلة مواصلات، بس لو حصل أي طارئ يتحول لملجأ ضخم في دقايق. سويسرا البلد اللي كلها ملاجئ. في سويسرا عدد الأماكن اللي فيها ملاجئ أكتر من عدد السكان. القانون هناك بيقول إن كل مبنى جديد لازم يكون فيه ملجأ نووي، أو يكون ليك مكان في واحد قريب. الحكومة هناك واخدة موضوع الحماية بجد، لدرجة إن في ناس عندهم بيجهزوا الملاجئ في بيوتهم كأنها جزء من الديكور. تحت الجبال في كولورادو في أمريكا، واحدة من أقوى وأشهر الملاجئ في العالم. ده مش ملجأ عادي، ده مركز قيادة دفاع جوي جواه قوات أقمار صناعية وشبكة رادار، وكل حاجة فيه بتتحرك. الباب بتاعه لوحده وزنه أكتر من 20 طن، وبيتقفل في ثواني. اتعمل عشان يستحمل ضربة نووية مباشرة، ولسه شغال لحد النهاردة. وده بقى ياخدنا لسؤال، هو احنا فعلا ممكن نعيش في ملاجئ تحت الأرض؟ من ناحية العلمية لكن من ناحية النفسية دي بقى محتاجة شجاعة. العيش في ملاجئ مش رفاهية، ده مفيش شمس، مفيش هوا نقي، مفيش خروجات، وكل يوم شبه اللي قبله. بس في المقابل اللي هو الأمان. وده بقى الصراع الحقيقي اللي بيخليك تعيش فوق حر ولا تحت في أمان. وفي ملاجئ للحيوانات. في ناس عملت ملاجئ فيها أماكن مخصصة للكلاب والقطط بتاعتهم، وأسرة صغيرة فيها أكل وحتى كاميرات عشان تراقبهم. الفكرة إن لو حصل حرب مش بس الإنسان اللي بيتأثر، الحيوانات كمان بتتأثر وبتحتاج مكان آمن. وفي رجال أعمال اشتروا جزر صغيرة وحفروا جواها ملاجئ خاصة. طب ازاي تبقى مستعد لو حصل أي حاجة في مصر أو في أي مكان تاني؟ فكر في سيناريوهات بسيطة. قصف، تبعد عن الشباك وتكون عارف أقرب مكان آمن. لو المية اتقطعت يبقى عندك خزان أو جيركن احتياطي. خلي دايما في بيتك شنطة فيها كشاف وبطارية وولاعة وسكينة. وطبعا لو انت مصري ما تنساش الشاي. الحقيقة اللي ناس كتير ما بتفكرش فيها، الملاجئ مش عشان نخاف، الملاجئ عشان نحترم الحياة.
أنت بتبني ملجأ مش عشان تموت جواه، لأ ده أنت عشان تعيش بعد ما الخطر يعدي. كلنا بنتمنى نعيش في سلام لكن الواقع ساعات بيخوف، وهنا بيجي دورك إنك تكون جاهز من دلوقتي. ولو حصل حرب نووية أو حصل حتى زلزال كبير، ولو العالم كله دخل في فوضى، وقتها اللي مستعد حتى لو استعداد بسيط فرصته أكبر إنه ينجو. مش لازم تبقى أغنى واحد في العالم ولا أذكى واحد، كفاية تكون فكرت شوية زيادة عن غيرك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك، لأن ده بيساعدنا إن احنا نقدم الأحسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.